السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جيت لكم حبايبي في فيديو جديد. هنعمل بانيه. طبعا بدل ما نقليه هنوفر بقى القلي بقى عشان الزيت وكده. هنعمله ايه زي الشاورما، زي شاورمه الفراخ، بس انا هعمله صحيح كده. طبعا جبت بصلايه هدبله بقى ببصلايه، واحده ماجي، كوبايه عصير طماطم، ملح وفلفل، كاري وكركم، ونطر الكزبره كده بسيطه. هنحط مستردة، معلقه مستردة كده زي ما انتوا شايفين. ماشي، هنحط معلقه دبس رمان، معلقه دبس رمان مع نص معلقه خل اهو. كده حطينا الدبس الرمان، وهنحط نص معلقه خل الابيض بتاعنا العادي ده، مش هنكتر طبعا عشان ما يهرش الفراخ. والبانيه طبعا غسلينه ونقعينه في ميه بملح بليمون، طبعا عشان يضيع اي ريحه زفاره ويبقى مستوي معانا وايه وحلو. ماشي يا حبايبي، هضرب بقى كل ده في الهاند بلندر. ماشي، وبعدين ايه هرجع لكم اهو يا حبايبي. طبعا شطفنا البانيه، هنحطه في التتبيله كده، نقلب كل التتبيله دي في بعضها. احنا هنشويه يا جماعه، هنوفر زيت عشان الزيت طبعا غالي النهارده. انا سالت على ازازه الزيت الكيلو عامله 55 جنيه، اللي هو الزيت الآلية. طبعا احنا ايه يعني ايه نوفر بقى شويه حبه زيت اهو. هنعمل كده وهنحطها في الصينيه كده زي ما انتوا شايفين اهو، وهننزل بالتتبيله دي عليها. هيبقى زي المشوي او زي شاورمه الفراخ، بس احنا عاملينها ايه صحيح. الحته تطلع انتي تقطعيها بقى ايه على حبه مكرونه عاملاها، تاخديها كده في رغيف زي ما انتوا شايفين اهو. اهو يا حبايبي، طبعا وهننزل ايه التتبيله اللي هتفيد هننزل بيها. هنفردها كده كلها في الصينيه كده. ده طبعا هياخد وش حمار معانا في الفرن اهو. هفردها بقى كلها في الصينيه وارجع لكم اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. وحطينا طبعا بقيه الصوص بتاعنا على الوش كده معانا، هيديها بقى ايه الحمار بتاعه، وهي هتتشرب كلها سوا في بعضها. هننزل بس عليها ايه بنقطه زيت بسيطه كده. طبعا زي ما قلت لكم احنا بنوفر، يعني احنا دلوقتي ما بقيناش بنقليه في زيت اهو. معلقه زيت بسيطه كده اللي هي تدي بس وش الحمار بتاعنا واللمعه ايه بتاعه الفراخ بتاعتنا. طبعا هنكون مولعين الفرن بتاعنا مسخنينه وايه، وهنغطيها. ما عندكيش بقى فويل هتتصرف، هنجيب طبعا صينيه اكبر من حجم الصينيه دي، وهنروح ايه مغطيينها بيها وندخلها الفرن. ماشي يا حبايبي. وممكن بعد ما تطلع بقى تولعي فحمايه كده وتحطيها في نصها، هتديها ريحه حلوه برده وتضغطي عليها. ادي الفراخ بتاعتنا اهو، البانيه اللي احنا قلنا ايه هنعمله بدل ما هنقلي. بصوا ده الصوص بتاعه. بصوا بقى ندخله ايه على الشوايه، هياخد لون بس حمار من فوق وحمار من تحت كده، وبألف هنا وشفا. ماشي، خليكم معايا هطلعه واوريكم اهو. بصوا يا حبايبي الفراخ هي اللي احنا عملناها، البانيه اللي احنا دبلناه وحطيناه في صينيه ودخلناه الفرن. ادي البانيه خرج. طبعا احنا مولعين فحمه اهو يا حبايبي، حطينا طبق فيه نقطه زيت. ماشي، وهننزل بقى الفحمه بتاعتنا هي مولعينها، هيدينا ريحه ايه الشوي، هيبقى ريحته تحفه اهو. اهو يا حبايبي بصوا بقى خد ريحه الشوي. ماشي، الشوي بتاعنا الجميل ماشي وسهل وبسيط، وهيبقى اخف من البانيه اللي هنقليه بالزيت والفيجيتار اهو. اهو كده كده الايه الفراخ بتاعتنا جاهزه معانا اهو يا حبايبي. ماشي، متنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي مشتركش معايا في القناه يشرفني بالاشتراك يا حبايبي. ادي الفراخ غرفناها اهي. ماشي، ده كده الفراخ بتاعتنا ماشي زي ما انتوا شايفين. متنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي مشتركش في القناه يشرفني بالاشتراك.